فرقه تعبانه، عيال تعبانه، مدرب تعبان، تحس ان انت قرفان وانت بتتفرج على الماتش. قسما بالله حاجه كده تحس يعني ايه، انت بتتفرج على الماتش وانت عارف انت بتلاعب فرقه ميته، واصلا مش ما فيش اداء قدامهم كمان، يعني مش عارفين تعملوا اداء قدام الفرقه الميته. سيبكم من السته والسبعه والكلام الفاضي دوت. احنا كزملكاويه عارفين ان ده يعني ده احنا بنلاعب فرقه ميته. لو جبت فرقه درجه تانية هتعمل احسن من كده. المشكله ان انت عارف ان مستواك دوت مش هيأهلك لحاجه. انت عارف ان اللي جاي مش حلو، سواء في الدوري او في السوبر او بالمدرب ده، بعض اللعيبه اللي زي دي، من ضمنها زي الراجل الطيب دوت المهاجم اللي بتاعنا دوت الفز عدي الدباغ، ما شاء الله عليه بجد يعني. انا قلت عليه من اول ما شفته، قلت ما ينفعش، لا يصلح ان هو يكون المهاجم بتاع الزمالك. بطيء، مش قوي، مش سريع، ما فيش اي حاجه تؤهله ان هو يكون مهاجم الزمالك، وان هو يكون مهاجم كمان، بالرغم ان هو عنده بيلدينج كويس، طول، ما فيش اي حاجه من دي بيستعملها صح. اخرها الكره دي، يعني ما فيش اسهل من كده. وجات لك قبل كده برضه في ماتش الاهلي، ودي اسهل من ماتش الاهلي، وعندك برضه قبل كده انفراد ضيعته. هو انت يا باشا مش تسعه؟ انت مش مهاجم رقم تسعه؟ هو مهاجم ازاي يا باشا؟ انت مهاجم ازاي؟ معلش يعني قول لي، عرفني. ما هو معلش الكوره زي دي مفيش اسهل من كده يا عم، حطها شيب من فوق يا عم. انا مش فاهم والله، اقسم بالله ما انا مش فاهم. انا مش تايه. انا مش عارف الاقي مهاجم كويس في الزمالك. هو بالذات، ما هو ممكن يكون الواد اسمه عمرو ناصر دوت اللي ممكن يكون فيه الرمق شويه، غير كده انا مش شايف حد قدامي الصراحه، قسما بالله خالص. وكمان مش بيلعبوا ماتش ويقعدوا 10، الواد مش بياخد على طول في استمراريه عليه. مفيش فايده قسما بالله.